كنقلب على خدامي داخله في جروب في الفيسبوك، إمم. في واحد الجروب ديال الوظائف في قطر، حتى كيطلع ليا فيديو، اهم. عيني ما جات غير عليه هو، كنقول هذا راجلي. عرفتي استمتعت لي، كنت متكيه وقفت وحطيت التليفون ورجعت كنعاود كنشوف كنلقاه هو، يعني لا مجال للشك. اهم. موراها بديت كنبحث كنشوف كنلقى فيديو ورا فيديو حتى كنشوف لافيطاسيون ديال العرس فيها السميه، ديالو يعني صافي ما بقى أيوب عندي كفناني مجال الإدريسي. للشك انه هو. اي صافي ما بقى عندي كاع المجال للشك وهو، يعني ما غاديش انا، يعني ما غاديش نتلف انا على راجلي. اهم. صافي هكا اكتشفت الخبر والمصيبه انه خلاني في واحد الظرف اللي ما قادره حتى نهار نبكي نخرج داك الغضب ديالي، نغوت. عندي جوج وليدات ما عارفين والو، وانا في واحد الوقت اللي كنقلب على الخدمه باش نحاول نخلص الكرا وباش حيت هو قال لك أنا مريض ياك، قال لك أنا مريض غنمشي نتعالج. إمم. هو لا ماشي قال لي ابعاد، قال لي انا راه غادي نمشي للاردن. قال لك عليا إبعاد، شهرين يعني واحد خصو صاحبي يخوي من قطر عاد يرجع. آه. إمم. قال لي غنجلس واحد الشهرين، قلت له غتمشي للمغرب، قال لي لا راه عندي واحد المشكل في المغرب ما نقدرش نمشي، غادي نمشي للاردن. هو هادشي كامل غير باش يبعدني على المغرب. قال لي غنمشي عند الاردن، واحد صاحبي بنخدم عنده واحد الفتره مؤقته باش منها نطلع مصروف ونصيفط لك. قلت له إمم. واخا ماشي مشكل. قلت له حنا قال لي غتبقاو هنايا وانا غادي نحاول الا خدمت في الاردن نصيفط لكم شي فلوس باش المهم تمشيو الامور. بعدا غير مجرد ما مشاو من الدار بدا كيدقوا عليا على الكرا، والكرا راه ما مخلص 3 شهور ماشي شهرين، شهر 7 و8 و9. اهم. ولكن هو فاش مشى في شهر 8 كان جا من الدار كيدق عليا على ودي 7 و8. شويه مور ما سافر غير بواحد 5 ايام قال لي انا راني مريض وراني كنتقيا الدم. قلت له أها. اوكي سير للطبيب. لوقيته اللي مشى للطبيب قال لي راه قالوا لي عندك الكونسير في المعده وراه حالتي خايبه، وراه عطاني الدواء، وانا دابا راه ما كنقدرش نهضر بزاف في التليفون، وكيجاوبني على فين وفين. هو هذا الفيلم غير باش يتفادى الكونتاكت معايا، باش التليفونات يقلوا، باش هو يلقى راحته تما في المغرب وكيوجد لي العرس. إمم. انا كنقول السيد صافي مريض واخد الدواء، صافي نحاول نخفف عليه، يعني كنصيفط له ميساج حتى كيجاوبني على راحته، كنقول له صافي بلا ما تبرز راسك غير يعني جاوبني ميساج طمني عليك. كيجاوبني كيصور ليا بانه كيتقي الدم، وهذاك غير شي تصاور واخدهم من جوجل. على اساس اخر حاجه قال لي راني درت تحليله وخرجت لي ديك الخزعه، وراه خرج عندي الكونسير في المرحله الرابعه في المعده، وراه خصهم يحيدوا لي 75% من المعده، والعمليه على اساس هاد السبت هذا. وقال لي انا راه الخميس وراه عمليا نيت، عمليا نيت. عمليه نيت دارها فينا كاملين الصراحه. أها. انا لا الفنانه نجاة عتابو لا بنتها الصراحه. قال وهو هادشي كامل على اساس انه غيدخل الطبيب وغيكون تحت البنج ومريض باش يبيع التليفون ديالي غالبا، اهم. او لربما كان داير الخطه انه غيموت ويختفي ويهضر معايا شي حتى صيفط لي ميساج يقول لي البركه في راسك راجلك مات. يديرها، ما عرفتش يديرها نصاب يديرها. لانه شوف انا هو راه ما كانش داير في حسابه بانه غيتصور عشان راه كانوا غير دايرينه غير بيناتهم. والدليل انه بنت الفنانه نجاة عتابو حاطه واحد التصويره ديالها وشي وحده في الكومونتير قالت لي قلتي ما غاديش تبارطاجي معنا العرس، قالت لها واش غندير الحباب اللي بارطاجاوه. يعني هو راه تقول بدوك الناس اللي حاضرين وصوروا بتليفوناتهم وتنشر العرس. راه تلقاه كاذب على بنت نجاة، قال لهم أنا من القوات الخاصة ديال قطر وهذا. اكيد تقدير يقدر. شي بيزنس مان، انا شي واحد لبس عليا، انا عندي آه. وعندي وعندي. اكيد. لا أعتقد أن نجاة عتابو غترضى، لأنه هو هي اللي غنات الشرع والقانون وغنات المدونة لا أعتقد أنها يعني ستقبل بهذا الوضع. راه هذا هو اللي خلاني نخرج نهضر، لانه انا عارفه ما غترضاش لبنتها تعيش هذه الحياه هذه، فداك الشيء باش انا خرج باش تعرف شنو واقع. إمم. ها الراجل اللي عطات لبنتها، ها باش ربطات بنتها وربطات بنتها بواحد اللي طامع فيها تصايب له الوراق تديه لاوروبا فاش يمشي لتما يسوسها. هو راه ما بقاش غرضو في الزواج، هو صافي شبع زواج وشبع دراري، هو ولا باغي يعيش حياته ديال راسو ويخدم يلبس يدير الكيراتين شعرو بروتين لشعرو، صافي هذا هو الحياه اللي ولا كيقلب عليها. وكون متاكد، وانا من هنا كنتحدى الفنانه نجاة عتابو والبنت ديالها الا ما كانوش متفقين